ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. على الله توكلنا، عسى أن يهديني ربي رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، قد تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن فضل أهل القرآن، فضائلهم في الدنيا وفي الآخرة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن أسماء القرآن التي خصها الله عز وجل، وحديثنا بإذن الله عز وجل سيكون تباعا في الحلقات القادمة بإذنه سبحانه وتعالى عن أخلاق أهل القرآن، وعن أخلاق ممن أو الذين يتلون كتاب الله، أخلاقهم وصفاتهم وخصائصهم التي لا بد أن يختصون بها ويتصفون بها في الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وفي هذا الحديث سنأخذ كلام الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه، فقد تكلم كلاما بليغا نافعا في ذكر أخلاق أهل القرآن، وسيكون حديثنا أن نذكر كلامه ثم نتبعه بإذنه سبحانه وتعالى شرحا لهذه الصفات صفة صفة، على الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ورحمته. ونذكر كلام الإمام الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن. قال: فصل: أخلاق القرآن، أخلاق أهل القرآن. قال: ينبغي لمن علمه القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه أو يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله فيهم يتلونه حق تلاوته. قيل في التفسير يعملون به حق عمله. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاقه الشريفة، يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. في هذا المقطع من الكلام سنشرع في ذكر بعض المسائل التي أوردت في هذا الكلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. ما المقصود؟ هل المقصود الذي مع السفرة، هل المقصود الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به من غير حفظ، يعني الذي يقرأه نظرا تلاوة وهو ماهر في قراءته، هل يعنيه هذا أن يكون مع السفر الكرام البررة؟ أم من هو الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يخطئ فيه خطأ؟ هل المقصود به هذا؟ الجواب والعلم عند الله. قال أغلب المفسرين وجمهور العلماء أن المقصود هو الحافظ عن ظهر قلب، هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع السفر الكرام البررة. ودليلهم استدلالهم رواية الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده عليه وهو عليه شديد له أجران. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام البخاري صرح بالحفظ، هو الذي يكون مع الملائكة وهم الكرام البررة والسفرة الكرام البررة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
قالوا أهل العلم أن مراتب الحفاظ في هذا الحديث تكاد أن تكون 3 مراتب. المرتبة الأولى هو الذي يقرأ القرآن حافظ له، فإن وقع منه شيء أو خطأ فإنه يرجع من غير تنبيه ويأتي بالآية على الوجه الصحيح. المرتبة الأولى من الحفاظ الذين يكونون مع الملائكة السفرة الكرام البررة. المرتبة الأولى هم الحفاظ الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولا يخطئون فيه، وإن أخطأوا وإن تنبهوا يرجعون ويقولون الآية بشكل صحيح. المرتبة الثانية هو الحافظ الذي يفتح عليه، هو الحافظ الذي يخطئ، وإذا أخطأ شعر بالخطأ وتنبه ورجع وقال الآية صحيحة، وهو أقل من مرتبة الذي قبله، وهو الحافظ الذي لا يخطئ بل ينبه. وأما المرتبة الثانية وهو الحافظ الذي يخطئ ويتنبه ويرجع سريعا. المرتبة الثالثة وهو الحافظ الذي يحتاج أن ينبه له وقد لا يأتي بالآية الصحيحة، فيحتاج أن يفتح عليه وتقال له الآية الصحيحة. هذا قول كما ذكره صاحب متشابه القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة، هل المقصود السفرة الكرام البررة؟ ما المقصود بالسفرة الكرام البررة؟ عبارات المفسرين في هذا متباينة ومتفاوتة، فمنهم من قال جمع الكتبة هم الكتبة، وجمع سافر وهم الذين قد كلفوا بالوحي وهم مكرمون عند الله عز وجل. وبعضهم قال، بعض المفسرين، السفر مأخوذ من البيان والإيضاح، فهم كتاب الوحي وهم يبينون الشيء ويوضحونه. والقول الأخير من السفارة، وهم مأخوذ من السفراء وهم الذين يصلحون بين الفريقين وبين المتخاصمين، والأقوال كلها تحتمل ذلك. أما التعتعة فالمقصود بها التردد في الشيء كما هو معلوم. طيب هناك مسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المتتعتع له أجران، فهل معنى ذلك أنه أفضل من الحافظ الذي مع السفرة الكرام البررة؟ والجواب كما قال أهل العلم من عدة وجوه. الوجه الأول أن المضاعفة التي تحصل للماهر لا حصر لها ولا عد، بينما المضاعفة التي تحصل للمتتعتع فله أجران، وحصرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الله عز وجل عظيم، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. القول الآخر، هل هذه مزية؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحافظ مع السفرة الكرام البررة هل هي مزية؟ قال أهل العلم، وذكره القرافي رحمه الله تعالى عليه في كتابه الفروق، أن المزية لا تقتضي الأفضلية. قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يتتعتع وهو عليه شاق له أجران لا يعني أنه أفضل من السفرة الكرام البررة، لكنها مزية له، والمزية لا تقتضي الأفضلية. الأمر الآخر قول الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه، فأول ما ينبغي له قال ثم ذكر أخلاق القرآن، بدأ في ذكر أخلاق أهل القرآن، وسنذكر ما قاله ثم سنعرج صفة نشرح صفة، والله يجعلنا من أهل القرآن. قال الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه، بدأ في ذكر أخلاق أهل القرآن، قال: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية. أول صفة من صفات أخلاق أهل القرآن جعلنا الله وإياكم أن يستعمل تقوى الله في السر والعلن. وتعريف التقوى عرفه غير واحد من السلف. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن تعريف التقوى، قال: هي العمل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. نعيد العبارة: الخوف من الجليل، وهي الخوف من الله عز وجل،
والعمل بالتنزيل، أي التنزيل ما جاء من شريعة الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقناعة بالقليل، أي القناعة مما أوتي من رزق الدنيا، والاستعداد ليوم الرحيل وهو العمل والادخار للآخرة. من تعريف التقوى كذلك ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ما معنى أن يطاع فلا يعصى؟ أن تطيعه سبحانه وتعالى ولا تعصيه، وأن تذكره ولا تنساه. طب هل الإنسان ينسى الله عز وجل؟ نعم، ينسى الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن التعريف الجامعة في تقوى الله عز وجل قول التابعي طلق بن حبيب رحمه الله عز وجل، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نسأل الله السلامة والعافية. فأول صفة ذكرها الإمام الآجري في ذكر أخلاق أهل القرآن، أول صفة أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية. والسر والعلانية أن تكون تقواه في السر والعلانية سواء، فإن كانت في السر أشد فهي عند الله عظيمة. من كان متقي الله عز وجل في السر أكثر من العلانية فهو عند الله عظيم. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منها ورجلا ذكر الله خاليا فدمعت عيناه. وكذلك من 7 ورجل اختلى بمرأة وقال: إني أخاف الله. فالإنسان الذي يتقي الله في السر أفضل من مرتبة الذي يتقي في السر والعلانية. ولا شك من اتقى الله في السر سيتقيه في العلانية. كذلك الصفة الأخرى التي ذكرها من أخلاق أهل القرآن استعمال الورع في مطعمه وملبسه ومشربه ومكسبه. ما المقصود بالورع؟ قال أهل العلم تعريف الورع، قالوا الورع هو تجنب كل ما يعد من الشبهات خشية الوقوع في الحرام. الورع هو تجنب كل ما يعد من الشبهات خشية الوقوع في الحرام. وعرفه القرافي رحمه الله تعالى، قال: ترك ما لا بأس به حذر مما به بأس. وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عن تعريف الورع، قال: ترك ما يشتبه في حكمه أو حقيقته. ويقصد الاشتباه في الحكم هو الاشتباه هل هو حلال أم حرام. الورع أيها الأحبة، الورع أمر عظيم، وهو تخلق به الصالحون ممن قبلنا والأنبياء في الورع. والورع هو الحذر والحساسية أن يكون في المطعم والملبس والمشرب جزءا يسيرا من الحرام، أو جزءا يسيرا هل هو حلال أم حرام. ولا أشد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال من حديث أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله، قال: كل جسد نبت من السحت أو نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من صفات أهل القرآن الصفة الثالثة أن يكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. أي عالما ما يدور في زمنه وبصيرا بالفساد المحيط به. هل العلم يكفي؟ هل العلم أن تعلم أن الزمن الذي أنت تعيش فيه من المفاسد، هل العلم يكفي؟ هل العلم فقط يكفي؟ لا.
أردف بعدها عبارة تدل على العمل، قال محذرا فهو يحذرهم على دينه، فهو يحذرهم على دينه. وهذه هي مهمة الرسل والأنبياء. قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. التبشير والتنذير هي مهمة الرسل، وهي مهمة الأولياء الصالحين، وهي البلاغ المبين. والله عز وجل ذكر كل نبي يدعو قومه يقول إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير. وقول الإمام الآجري فهو يحذرهم على دينه، قال وهي مهمة الرسل التحذير والتبشير. الصفة الرابعة مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. قال عبارته وهي مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. وهنا نتكلم أيها الأحبة عن عدة أمور. الأمر الأول مقبلا على شأنه، أي منها عدة أمور. الأمر الأول لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولا يكون عالة يتكفف على الناس عند أرباب الدنيا، فهو معيب لأهل القرآن. لا يكون عالة على الناس، لا يكون عالة على الناس، فهو سيد الناس لأنه من أهل القرآن. الأمر الثاني أن لا ينسى حظه من الآخرة، أن لا ينسى حظه من الآخرة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الشرح، في سورة ألم نشرح، قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. متى كان النبي صلى الله عليه وسلم فارغا من أمور الدنيا والآخرة؟ متى كان يجد وقتا لنفسه؟ بل كله عليه الصلاة والسلام مقبلا على نفسه في أمور الآخرة، مجتهدا في أمور الآخرة. ولنا في عبادته صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله فإذا سمع النداء تركنا وكأنه لا يعرفنا. كذلك مهموم بإصلاح ما فسد من أمره. وهنا نقف بعض الوقفات السريعة. ما فسد من أمره. لا تظن أيها الأخ الحبيب ولا تظن أيها الأخت الفاضلة أن من حفظ القرآن أن يكون معصوما من الذنوب والخطايا، فالذنوب والخطايا مكتوبة على بني آدم، مكتوبة على بني آدم. وفي الحديث لو لم تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفروا لهم. كذلك من الصفات التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله عز وجل في ذكر أخلاق أهل القرآن، قال حافظا للسانه، حافظا للسانه. واللسان أشد عضو خطرا على الإنسان، والأحاديث كثيرة والشواهد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، السخرية تكون باللسان. وقال الله عز وجل في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة، ويل، والويل وادي في جهنم. قال ابن عباس وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه مر بقبرين لرجلين ثم أخبر عن صاحبي القبرين فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة وهي الوشاية بين الناس، فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام عودا من شجر قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، ما لم تيبسا. واللسان يلاحق
الإنسان في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أمسك عليك هذا. فقال له معاذ رضي الله تعالى عنه: أو مؤاخذون يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأمر اللسان أمر عظيم عند الله عز وجل، وكذلك في مثاقيل الموازين. ولذلك أغلب العبادات ترتبت على عبادات اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الترغيب في فضائل الذكر: من قال سبحان الله قال بماذا؟ بلسانه. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من قال سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلها هذه العبادات ترغيب في استعمال هذا العضو والجرم الصغير هذا في تقوى الله عز وجل وما يقربك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، من قال الحمد لله غرست له نخلة في الجنة. والأحاديث كثيرة جدا في ترغيب هذا اللسان على أن يقول ما ينفعه في آخرته. كذلك من صفات أخلاق أهل القرآن قال الإمام الآجري: مميزا لكلامه، إن تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت بعلم، إذا رأى في السكوت صوابا. وقال: قليل الخوض فيما لا يعنيه. ما المقصود قليل الخوض فيما لا يعنيه؟ أي لا يتكلم في أمور لا تعنيه، سواء في أمور الدنيا أو في الدين. حافظ قارئ القرآن وأهل القرآن سواء حافظه أو تاليه قليل الخوض، حافظا للسانه، يزن هذا اللسان، لا يتكلم في أمور الدنيا ما لا يعرفه، ولا يتكلم من باب أولى في أمور الآخرة في أمر لا يعرفه. والأحاديث كثيرة متوافرة على أن الإنسان لا يخوض فيما لا يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنه في صفة كلامه عليه الصلاة والسلام، قالت: كان حديثه لو عده العاد، يعني لو واحد أراد أن يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان حديثه لو عده العاد لأحصاه، يعني يستطيع أن يعده من قلة كلامه صلى الله عليه وسلم فيما لا ينفع. من الصفات التي ذكرها الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه كذلك: يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبس عدوه ليأمن شره وسوء عاقبته. ولذلك أمر اللسان أمر خطير، ينبغي للإنسان أن يحذر من هذا اللسان وأن يستعمله في طاعة الله عز وجل. كذلك قال الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه: قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، نسأل الله السلامة والعافية، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال: فإن كثرة الضحك تميت القلب، كما هو في حديث أبي هريرة وصححه الألباني. كذلك قال الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه: إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح
قال حقا. قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، لا يضحك إلا تبسما. وكذلك آخر الصفتين ذكرها الإمام الأجري، والصفات كثيرة، قال: باسط الوجه، باسط الوجه، منبسط في وجهه. حافظ القرآن ليس عبوس الوجه، ليس قمطرير، ليس غضبان، لكن حافظ القرآن وتاليه هشوش بشوش للناس، باسط الوجه، متبسم. قال جابر بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، كما ذكر كما هو في صحيح البخاري. آخر صفة قال: طيب الكلام. حافظ القرآن لسانه ليس بفاحش ولا متفحش ولا بذيء ولا يسب ولا يشتم ولا يلعن، ولكن يقول كلاما طيبا، لأنه يتلو القرآن ولأنه حافظ للقرآن. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أعزائي المشاهدين، فاصل بإذنه سبحانه وتعالى ونواصل. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم. كنا تكلمنا في الشق الأول من الحلقة عن ذكر أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه، وسيكون حديثنا تباعا في الحلقات القادمة عن شرح وذكر أخلاق أهل القرآن. وأما الشق الثاني فسيكون بإذنه عن أحكام التجويد. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإظهار. وقد قرأنا في سورة النبأ وسورة النازعات، وتكلمنا عن بعض الأمثلة عن حكم الإظهار. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنناقش حكما آخر من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإدغام. الحكم الثاني وهو حكم الإدغام. والإدغام لغة وهو إدخال الشيء في الشيء. تقول العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فم الفرس. واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. إدخال حرف ساكن وفي حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وقد عرفه ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه بقوله: النطق بالحرفين معا كالثاني مشددا. النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. وحروف الإدغام 6 كما في قوله: يرملون. الياء والراء والميم، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. قوله يرملون. والإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام من غير غنة. والإدغام بغنة 4 حروف كما في قولهم ينمو، الياء والنون والميم والواو. وأما الإدغام بغير غنة فهما حرفين: حرف اللام وحرف الراء. وسنشرع بإذنه عز وجل
في قراءة سورة عبسة وسورة التكوير، ونستخرج منها حكم الإدغام، الغنة أو بغير غنة، بالنون الساكنة أو بالتنوين، والله المعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بأيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه
أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة. في هذه السورة سورة عبس وتولى بعض أحكام التجويد. سنأخذ حكم الإدغام في هذه السورة. قول الله عز وجل من نطفة نون ساكنة أتى بعدها حرف النون والنون من حروف الإدغام. قلنا نحن حروف الإدغام في قولهم يرملون، وحروف الإدغام بغنة في قولهم ينمو. فهنا نقول من نطفة غنة مقدارها حركتين من نطفة. وقوله سبحانه وتعالى صحف مكرمة صحف مكرمة تنوين في قوله عز وجل صحف تنوين أتى بعده حرف الميم والميم من حروف الإدغام بغنة. نقول صحف مكرمة. وقوله سبحانه وتعالى مرفوعة مطهرة تنوين أتى بعد حرف الميم والميم من حروف الإدغام. نقول مرفوعة مطهرة غنة مقدار حركتين.
وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا. تنوين أتى بعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة كما قلنا سابقا في قولهم ينمو، فتقال وعنبا وعنبا غنة مقدارها حركتين. وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا. وقوله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا. وقوله سبحانه وتعالى متاعا لكم متاعا لكم. قوله سبحانه وتعالى الحركة في متاعا تنوين أتى بعده حرف اللام في الكلمة لكم، واللام من حروف الإدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة. ما نقول متاعا لكم، لا، نقول متاعا لكم متاعا لكم متاعا لكم، ندغمها من غير غنة، لأن قلنا حروف الإدغام بغير غنة حرفي اللام والراء، اللام والراء. وقول الله عز وجل لكل امرئ منهم امرئ منهم. قوله سبحانه وتعالى في امرئ منهم همزة عليها تنوين أتى بعدها حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة وتغن بمقدار حركة. وقوله سبحانه وتعالى يومئذ مسفرة يومئذ مسفرة. تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة مقداره حركتين، مقدار غنته حركتين. وقوله سبحانه وتعالى ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة. تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ ووجوه يومئذ. تنوين أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. ووجوه هكذا. وقوله سبحانه وتعالى في بعض الأحكام التي قلناها سابقا الميم المشددة تغن بمقدار حركتين. أما من استغنى ما نقول أما من استغنى، لا، نقول بمقدار حركتين نشد الميم أما من استغنى. وقوله سبحانه وتعالى وأما من جاءك ميم مشددة مقدارها حركتين. وقوله سبحانه وتعالى إنها تذكرة إن نون مشددة نون مشددة مقدارها حركتين. وقوله سبحانه وتعالى كذلك من نطفة. وقوله سبحانه وتعالى ثم السبيل ثم ميم مشددة مقدارها حركتين. كذلك ثم أماته فأقبره وكذلك ثم إذا شاء أنشره. كلا لما ميم مشددة مقدارها حركتين. وندخل في سورة التكوير ونقرأها بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في هذه السورة المباركة سورة التكوير بعض أحكام التجويد قوله سبحانه وتعالى نفس ما أحضرت نفس تنوين أتى بعده حرف الميم والميم من حروف الإدغام بغنة تؤن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى شيطان الرجيم تنوين أتى بعده حرف الراء والراء من حروف الإدغام بغير غنة ولا يغن. قوله سبحانه وتعالى ذكر للعالمين تنوين أتى بعده حرف اللام واللام من حروف الإدغام بغير غنة ولا يغن. وقوله سبحانه وتعالى أن يستقيم نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى أن يشاء الله نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء والياء من حروف
الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. هذه بعض التطبيقات التي كانت في سورة عبس وسورة التكوين حكم الإدغام. ولنأخذ سريعا أبرز ما قيل في هذه الحلقة. تكلمنا عن أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه وبعض صفاتهم، ومن ثم عرجنا على حكم التجويد في قول سبحانه وتعالى في سورة عبس وسورة التكوير، وأخذنا حكما من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم الإدغام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولا ننسى أن نقول لكم نستقبل تلاواتكم وقراءتكم على رقم الواتس الظاهر في الشاشة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم على رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.